2. تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بتازة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال اليوم الاثنين 9 شتنبر الجار من توقيف سيدة مبحوث عنها على الصعيد الوطني تبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للشت بها في رتبطها بالشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في إطار التسوق الهرمي. وكانت مصالح الشرطة بتازة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكايات من ضحايا يتهمون المشتبه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، من خلال تقديمها وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مجموعة استثمارية خيرية، ذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات لمنجست في هذه القضية عن تحديد هويتنا لمشتبها فيها ويتم توقيفها بمدين طنجة. وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.